تحاول توجد لنفسك سوق لأي حاجة ناوي تشتغل فيها. يعني لو هتشتغل في السمان تجتهد تعمل لنفسك سوق للسمان، لو هتشتغل في الدواجن البيضاء تجتهد تعمل لنفسك سوق للدواجن البيضاء، هتشتغل في البط كذلك. أنا مثلا لما لقيت نفسي هكون فريسة للتجار سواء في الدواجن أو الأغنام أو الأرانب أو البط أو الدورات اللي أنا دخلتها، حاولت أشيل حلقة التاجر من حياتي خالص وأتعامل مني مباشر مع المستهلك نفسه، والحمد لله نجحت بنسبة 80%. وده بيجي إزاي؟ بيجي بإنك بتحاول تدي للمستهلك ميزة تخليه يثق فيك وينتظر دورتك التسمينية لما تنتهي، يعني يحجز عندك الحاجة اللي هو عايزها. وده طبعا ما بيبقاش وليد اللحظة أو بيجي من يوم وليلة، ده بيكون محتاج منك الصبر والمثابرة. ثانيا لازم تكون الميزة دي حقيقية مش مزيفة، لأن المستهلك ده هو رأس مالك الحقيقي، وهو اللي هيجيب لك بعد كده أخوه وجاره وقريبه وصديقه. يعني أنت هتخليه باقتناع يتحول إلى وسيلة دعاية للمنتج بتاعك أو للطائر بتاعك اللي بياخده من عندك. وده أنا نجحت فيه إزاي؟ بخطوتين، صلى على رسول الله. الخطوة الأولى طعم لحم الفراخ البيضة أو البط اللي أخذه من عندي المستهلك كان متميز عن أي فراخ أو أي بط أو طيور اشتراها من المحل أو من عند غيري. وده لأن دورتي كلها أنا بعملها بالأعشاب الطبيعية، ما بدخلش فيها أي هرمونات أو أي علاجات بيطرية زي أي حد عامل مزرعة فراخ أو عامل مزرعة بط تانية. فطبعا طائر بيتغذى على الأعشاب الطبيعية أكيد 100% طعم لحمه مختلف عن طائر بيتغذى على عقاقير بيطرية، ولا مش معايا؟ فده طبعا ميزني من ناحية الإيه؟ من ناحية الطعم.